السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. النهاردة معانا التجربة الأخيرة على الكبرى المصرية للأنواع السامة المتوفرة عندنا. احنا جربنا قبل كده 7 أنواع من سموم التعابين السامة الموجودة عندنا في مصر على الكبرى المصرية، بما فيهم الكبرى المصرية نفسها. والكبرى تحملت كل السموم ديت ولم تتأثر بأي نوع من السموم دي، رغم السموم الأقوى منها زي الصل، والسموم الأقل منها زي الطريشة وزي الحية المقرنة والكبرى البخاخ. ولكن النهارده معانا تجربه فريده والاخيره في الوقت الحالي، لان احنا ما فاضلش معانا غير نوع واحد غير الحيه المقرنه الزائفه، وهو الاسود الخبيث. ولكن الحقيقه هو مش متوفر عندنا، ورغم ان هو مسجل عندنا في مصر علميا الا ان هو لم يتم العثور عليه حتى الان من قبل الصيادين. فبالتالي اخر نوع ان احنا هنجربه في الوقت الحالي هيكون معانا هي الحيه المقرنه الزائفه سيدوسرastس فيلدي. والانواع اللي احنا جربناها قبل كده كلها يا جماعه باستثناء طبعا الكبرى والصل كانت اما سمومها خلويه زي الطريشه وزي الحيه القرعاء، او سموم دمويه زي الحيه الغريبه السوداء والحيه الغريبه الحمراء، وفي سموم عصبيه زي اللي موجوده في الكبرى وزي اللي موجوده في الصل. ولكن الحقيقه النوع اللي موجود معانا النهارده الحيه المقرنه الزائفه، رغم ان هي بتمتلك مجموعه من السموم العصبيه ومجموعه من السموم الدمويه، الا ان تركيبه السموم العصبيه في الحيه المقرنه الزائفه تختلف عن السموم العصبيه اللي موجوده في الكبرى المصريه. وعشان كده المصل متعدد التكافؤ اللي موجود عندنا بيصلح للكبرى وبيصلح لكل الانواع، ولكن لا يصلح للحيه المقرنه الزائفه من السموم العصبيه بتاعتها. يعني ممكن ان هو يعالج الاثار المترتبه على السموم الدمويه اللي عندها، ولكن السموم العصبيه لو اللدغه كبيره مفيش اي مصل احادي ليها. فبالتالي النوع ده بيعتبر نوع ملوش مصل على مستوى العالم، لان السموم العصبيه اللي موجوده فيه تركيبتها مختلفه عن السموم اللي موجوده في الكبرى، رغم ان هي سموم عصبيه. فالنهارده التجربه هتكون مختلفه تماما، وبالتاكيد النتيجه ممكن يكون فيها اختلاف، لان السموم اللي جربناها قبل كده تختلف عن سموم النوع ده. فتعالوا بينا مع بعض نبدا التجربه ونجرب سموم الحيه المقرنه الزائفه على الكبرى ونشوف تاثيرها على الكبرى هيكون عامل ازاي. نبدا الاول بان احنا نستخلص السم من الحيه المقرنه الزائفه، وبعد كده نحقنه في الكبرى ونتابع الحاله مع بعض. فتعالوا بينا نبدا التجربه. دي هنا كده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين الكوبرا المصرية، الطفرة السوداء اللي موجودة عندنا. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين هي بصحة جيدة جدا. ومعانا هنا 300 ميكرو لتر من سموم الحية المقرنة الزائفة سيدوسرastس فيلدي. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان سموم الحية المقرنة الزائفة بيكون لونها ابيض زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بما ان الحيات عموما بيكون نسبة السوائل فيها كتير، فال 300 ميكرو لتر دول هيعادلوا معانا تقريبا ما يقارب 50 مللي جرام من السموم المجفدة. 50 مللي جرام من السموم المجفدة، يعني احنا بنقول بالتقريب، لان نسبة السوائل والشوائب في سموم الحيات عموما بتكون اعلى من سموم الكبرى. فبالتالي احنا هنحقن ب 300 ميكرو لتر في الكبرى المصرية، ونتابع مع بعض ونشوف هل سموم الحية المقرنة الزائفة تأثر عليها ولا لا. فهنتابع مع بعض نقول بسم الله، وننقي مكان طبعا غير اللي احنا حققنا فيه المرة اللي فاتت من سم الصل. هنحاول ان احنا نشوف مكان ابعد شوية عن المكان اللي احنا حققنا فيه. يعني هنيجي ولنفترض هنا كده، هنيجي تحت الجلد هنا ونبدأ ان احنا نحقن. طبعا هنا احنا بنيجي تحت الحراشف بالظبط، وبنبدأ ان احنا نحقن عشان يبقى تحت الجلد. فهنبدأ ان احنا نحقن الكمية دي كده. تم حقن الكبرى ب 300 ميكرو لتر من سموم الحية المقرنة الزائفة سيدوسرastس فيلدي. هنتابع مع بعض الحالة ونشوف التطورات، ولو في أي جديد إن شاء الله هيتم تصويره مع حضراتكم، ونشوف مع بعض في النهاية هل عندها مناعة ولا لأ. نشوف كده مع بعض يا جماعة بعد مرور 4 ساعات على حقن الكبرى المصرية بسموم الحية المقرنة الزائفة.
طبعا هنا احنا بنحاول ان احنا نستفزها عشان نشوفها لازالت بكامل صحتها ولا في تأثير من السم، ولكن طبعا زي ما حضراتكم شايفين هي لسه لازالت بكامل صحتها. وهنا بدأت ان هي تفرد رقبتها زي ما حضراتكم شايفين، لازالت بكامل صحتها بعد مرور 4 ساعات على حقنها. طبعا انا هحاول ان هي تتحرك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين سرعتها في الهجوم عالية جدا زي ما هي، فبالتالي بعد مرور 4 ساعات مفيش اي تأثير من السم نهائيا. دي هنا كده يا جماعة الكوبرا بعد مرور 7 ساعات على حقنها بسموم الحية المقرنة الزائفة سيدوسراسس فيلدي. وطبعا اللي ظاهر قدام مننا هنا ان الكوبرا سليمة وان الكوبرا متأثرتش بالسموم، ولكن للأسف لأول مرة في سموم تأثر في الكوبرا. الكوبرا اللي قدام حضراتكم يا جماعة انتوا شايفينها ان هي واقفة، ولكن الحقيقة الكوبرا عندها فقد كبير جدا في الاتزان. الكوبرا اتأثرت بالفعل بسموم الحية المقرنة الزائفة. زي ما حضراتكم شايفين كده ان الكوبرا هنا اتزانها ضعيف جدا، وده لان السموم بتاعة الحية المقرنة الزائفة ابتدت ان هي تأثر على اعصابها بالفعل. وهوريكم حاجة تانية يا جماعة، لما نيجي نمسك الكوبرا بصوا اللي هيحصل. بصوا يا جماعة اللي هيحصل، بصوا يا جماعة الكوبرا متأثرة بشكل كبير جدا من السم، وده هنا لان هي اعصابها ابتدت ان يحصل فيها خلل. بصوا يا جماعة الكوبرا، ودي لأول مرة نوع من انواع السموم في مصر يأثر على الكوبرا المصرية، ولكن هنا الكوبرا متأثرة بشكل كبير جدا من سموم الحية المقرنة الزائفة. فمش عارفين هل هتقدر ان هي تقاوم وتكمل ولا هتموت من سموم الحية المقرنة الزائفة. يعني هتفقد كده ان هي تكون الملكة على عرش الانواع السامة. فهنتابع مع بعض ان شاء الله. دي هنا كده يا جماعة الكوبرا بعد مرور 24 ساعة على حقنها بسموم الحية المقرنة الزائفة. وطبعا بعد مرور 24 ساعة لازالت متأثرة بالسموم حتى الآن زي ما حضراتكم شايفين، لازالت السموم مأثرة عليها، ولازال ما عندهاش اتزان. دي هنا كده يا جماعة الكوبرا بعد مرور 4 أيام على حقنها بسموم الحية المقرنة الزائفة. وطبعا الكوبرا ابتدت ان هي تتعافى بشكل كبير جدا، يعني تقريبا الكوبرا تعافت بنسبة 90%. خلال ال3 أيام اللي فاتوا الكوبرا ما كانش عندها أعصاب نهائيا، كانت فقدت الأعصاب بتاعتها وكانت بتقف غير متزنة بشكل كبير جدا. وطبعا انا ما توقعتش النتيجه من البدايه ان تاثير السموم على الكوبرا من الحياه المقرنه الزائفه هيكون بالشكل ده، وبرضه ما توقعتش النتيجه في النهايه ان هي تقدر ان هي تقاوم سموم الحياه المقرنه الزائفه وتقدر ان هي تكمل. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا الاتزان بتاعها اختلف تماما عن ال3 ايام اللي فاتوا، والكوبرا استعادت نشاطها واستعادت صحتها تاني بشكل كبير جدا. يعني اي نعم لسه في بعض التأثيرات من السم، ولكن الحقيقة ان هي تعافت بما يقارب 90%، وممكن ان هي يعني بنسبة 95% الكوبرا زي ما حضراتكم شايفين كده ابتدت ان هي ترجع لطبيعتها وابتدت ترجع لتركيزها بشكل كبير جدا. والحقيقه انا كنت زعلان عليها جدا وكنت خايف ان هي تموت، ولكن دي تجربه كان لازم نكملها زي ما هي بدون اي تدخل مننا عشان نعرف النتيجه في النهايه. وزي ما حضراتكم شايفين ده هنا الكوبرا وتركيزها، وطبعا اختلف 180 درجه. الكوبرا اختلف التركيز بتاعها زي ما حضراتكم شايفين، الكوبرا بقت بصحه جيده جدا. طبعا فاضل كده ان احنا نديها وجبة خلال يومين عشان تستعيد نشاطها وتستعيد قوتها مرة تانية. واتأخرت طبعا في الفيديو ده لان انا كنت بتابع حالتها، لاني ما كنتش عارف اذا كانت هتعيش ولا هتموت.
ولكن الكبرى لازالت محافظة على مكانتها ولازالت محافظة على عرشها، وان هي قدرت تقاوم كل الانواع. وزي ما شفنا كل الانواع اللي فاتت وتأثيرها على الكبرى ان ما كانش فيه تقريبا اي تأثير نهائيا، ولكن الحية المقرنة الزائفة هي الوحيدة اللي سمومها اثرت على الكبرى، وسمومها كانت شديدة عليها جدا. فعشان كده احنا بنعمل التجارب دي، لان في حاجات بتبقى على عكس المتوقع، ما بنبقاش متوقعين النتيجة بتاعتها، ولكن زي ما حضراتكم شفتوا معانا ان دي النتيجة النهائية، وان الكبرى قدرت ان هي تتحمل الجرعة دي رغم الاعراض الجانبية اللي تعرضت ليها. ففي الختام اتمنى ان اكون افدت حضراتكم، واتمنى ان اكون وجزت في الكلام، واتمنى دعواتكم معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.